كل اللي بيحب المشتريات ويعرف عن المنتجات، الفيديو ده ليكم. انا جبت اكتر حاجتين السوشيال ميديا بيتكلموا عنهم، منتجات عملية. تعالوا نشوف ونبدأ من محل اسمه دلع البيت في النزهة الجديدة. بالاسعار هقول لكم عليها دلوقتي. مبدئيا كده هبدأ بالشماعة ديت. عايزة اقول لكم ان الشماعة دي حديد. الفكرة بتاعتها ايه؟ ان هو بيجي معاها الحامل المشبك دوت او اللي هو بيتعلق فيها. ممكن تستخدميها بطريقتين، ان انتي تحطيها كده، تمام. عايز اقولك الفكرة او الحلو اللي فيها ان الجزء ده من فوق رفيع جدا. في حاجات تانية انا جبتها كانت مش بتدخل من الباب، كانت بتخلي الباب ما يقفلش، لكن الفكرة في ديت بقى ان الحامل من هنا رفيع، تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انتي ممكن ما تحطيش الجزء ده فيها، انت ممكن تعملي مسامير في الحيطة وتعلقيها عادي في الحيطة. دي ميزتها، وهي كانت عاملة 65 جنيه. طيب، ولو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تعملوا اللايك والفولو عشان يوصل لكم بقية فيديوهاتي. وهنا كنت بوريها لكم عملي، وقفلت الباب وفتحته ما كانش فيه اي مشكلة. تاني حاجة معانا وهجربها لكم طبعا. دوت المفروض ان هو حامل موبايل طالع ترند، بيستخدم في حاجات كتير قوي. بيستخدم طبعا في العربية، في الموتوسيكلات، بصي هنا محطوط للترابيزة، انك تحطيه للترابيزة. هو حلو جدا 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 وعملي، وطالع عنه ريفيوهات حلوة جدا. وعايزة اقولك ان هو باسعار مختلفة، تمام. تعالوا نشوف بقى مكوناته. هو مكوناته بيجي معاه الجزء دوت، تمام. ده بقى اللي بيمسك الموبايل، وبيجي كمان معاه الجزء ده. طب الجزء دوت اصلا اللي بيتفك يعني، وبيتحط في مثلا انت هتحطيها في ترابيزه وتروحي قافله عليها. فهمتي الفكره في ايه؟ والمفروض الستيكر دوت بيتحط، ده المفروض زي الصدادات. بيتحط ازاي بقى؟ بيتحط واحدتين هنا، واحده هنا، واحده هنا. بصوا الشكل ده هو نفس الشكل اللي موجود هنا، الشكل ده، تمام. اما بالنسبه للشكل دوت هو بيتحط هنا، بس هتسيبي فراغ وانت بتحطيه علشان تدوسي عليه يدخل جوه. فاهمين الفكره؟ ثانيا، ده عشان يتحرك كذا حد في المحل وهو بيستخدم الجهاز دوت عشان نشوفه بيشتغل ولا لا، بيستخدمه غلط. فخلي بالكم وانتوا بتشتروا الجهاز دوت ان انتم تتاكدوا ان هو سليم من جوه، ويا ريت تفتحوه، يا ريت تفتحوه وتشيكوا عليه. طب هو بيتحرك ازاي؟ يعني المفروض ان ده الزرار ده لوك بيحرك الجزء ده، وده هنا لوك بيحرك الجزء اللي فوق ده. طب تعالوا بقى مع بعض كده ايه، نفتحه ونركبه مع بعض، تمام. ده هنا انا بوسع كده، بصوا. دي بقى بتمسك في رخامة مطبخ، بتمسك كنت معلقاها من شوية كمان في ايد، المقبض بتاع الايد اللي من فوق من المطبخ. هوريكم برضو الفكرة، بحيث ان انا اقدر ان انا ايه يصور معايا الرخامة كلها. دي بتبقى صدادات عشان لما تيجي تمسكي الموبايل ما تأذيهوش يعني، تمام. دي اول واحدة هحطها بقى من هنا كده. بالشكل دوت. ناخد التانية، هحطها الناحية التانية. ده بقى شكلها، شايفين؟ تمام. يبقى انا ركبت كده اول حاجة. تعالوا بقى نركب ديت. هتركبيها كده، تمام، وتدوسي عليها في النص وتطلع معاكي لفوق، بحيث ان هي بتضغط لجوه. هركب التانية وارجع لكم. ده بقى شكلها، شفتوا بقى؟ هي سهله ما فيهاش اي حاجه. تعالوا بقى نركب الجزء دوت عادي. ده الجزء دوت بيتعشق في الجزء ده كده، بس كده. طبعا هو بيلف معاكي يمين كده وكده وكده. تقدري ان انت عن طريق اللوك دوت
تمام. تتحركي بيه كده. انا هوريه لكم عملي دلوقتي على الرخامه وهجربه لكم على كذا حاجه. والمنتج دوت عايزه اقول لكم انه سعره يعني ممكن تلاقوه مختلف. تمام. هو احنا هنا عشان في النزهه الجديده طبعا هنا منبع الاونلاين، فهو كان عامل 35 جنيه اهو، 35 جنيه. ممكن تلاقيه في اماكن تانية انا لقيته ب65 وكده يعني. يعني ايه ده سعره عامه، ممكن تلاقيه اغلى، مفيش مشكله يعني. انا بالنسبه لي لو اشتريته برضو اغلى ما بيبقاش فيه مشكله، لان انا مش بحسبها ان هي انا اشتري ارخص حاجه. لو انت بايدك انك تنزلي النزهه طبعا اشتريه، لو مش بايدك فطبعا هيبقى اوفر لك، لان انت هتدفعي مصاريف رايح جاي هكذا يعني. بصوا بقى، ده الاستخدام الاول اللي انا بستخدمه لنفسي. عربيه البيبي عندي لو انا ماشيه في الشارع مثلا بحط الجهاز بالشكل دوت، وببدا ان انا ماشيه بتفرج على فيديو مثلا، بسرش على حاجه، بفتح جوجل مثلا، بعمل اي حاجه بستخدمه بالشكل دوت. ده كده اول استخدام بالنسبه لي. هي دي شكلها. تمام. هنا انا بضيق ديت وبقفل عليها باللوك دوت. طيب تعالوا بقى اوريكم ازاي انا بعلقها عندي في مقبض اليد بتاع المطبخ. بحطها كده واقفل عليها بالشكل دوت. عايزه اقول لكم الحامل دوت قوي جدا، بيمسك الموبايل حلو قوي. تمام. ما بيتهزش. تمام. انا علشان انزل يعني انا عندي اللوك دوت بيتحكم في دي، واللوك دوت بيتحكم في دي. عشان انزل الجزء ده بقى كله لتحت هعمل ايه؟ هسحب دي لبره، شدها والفها لتحت. تعالوا بقى نجرب كده نمسك الموبايل ده كده. هحط الموبايل بتاعي هنا واصور بقى اي حاجه انا محتاجاها. المهم طبعا زي ما انا عودتكم، زي ما بشتري حاجات للبيت لازم اشتري حاجات لنفسي. انا طلعت وريتكم في الفيديو اللي فات النيلز ديت. تمام. وان شاء الله هنزل اصور لكم المحل اللي عامل النيلز ديت، عامل عروض وهي بجد حلوه جدا جدا. طيب انا جبت نيلز برضو جديده. بصوا النيلز دي بقى عباره عن ستيكرز. تمام. ستيكر كده وانا هجربه معاكم ان شاء الله. الستيكر ده بيتلزق على الصباع، وهجرب الاتنين معاكم وهقول لكم ازاي بيتركبوا، وهقول لكم حلوين وعمليين برضو ولا لا. جبت دوت طبعا كلنا عارفينه، وجبت كمان ديت. عايزه اقول لكم بقى ان دولت كده من محلات مختلفه. ديت طبعا بتاعه الباودر، بتاعه الايه الوش يعني وكده، حلوه جدا. احلى حاجه فيها بصوا، كنت بشوف كتير قوي ناس بتوع ميك اب يعني بيعملوها بيها الباودر في الاخر. عجبتني قوي، كنت بدور عليها ولقيتها في محل في النزهه الجديده، كانت عامله 20 جنيه. ده عامل 65، دي عامله 25، وده عامل 10 جنيه. يبقى كده انا خلصت الفيديو بتاعي. ما تنسوش تعملوا اللايك والفولو وتستنوا مني فيديوهات تانية جديدة بمنتجات جديدة، وشيروا الفيديو ده يا جماعة للبنات عشان تستفادوا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.